علينا نعمه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد اليوم بوجودي بين إخوتي وأبنائي في منطقة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا، ولكم جميعا من الشكر والتقدير على مشاعركم الوطنية التي تعكس عمق العلاقة بين المواطن وقيادته. إن دولتكم ولله الحمد والمنة منذ تأسيسها إلى اليوم تسير بشكل ثابت على خط النمو والتطور مع التمسك بعقيدتها وثوابتها. وقد من الله على هذه البلاد بشرف ختم الحرمين الشريفين وعليه صلاة منذ نشأتها على القيام بواجبها ومسؤوليتها بعد بما يخدم الحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في راحة وطمأنينة. والمملكة تشهد بفضل الله نهضة اقتصادية واجتماعية كنتاج الخطط التنموية الطموحة استطاعت أن تحقق أهدافا كثيرة ومكتسبات عديدة. إن رؤية المملكة 2030 تبنيناها تستهدف إعادة هيكلة اقتصاد الدولة ورفع دعم مؤسساتها وتنويع مصادرها الداخل ورفع المسار الداخل تشجيع هذا الداخل ورفع إنتاجية المجتمع، وعلينا جميعا أن نعتني على إنجاحها. أيها الأخوة والحضور، إن الأمن في الأوطان من أجل النعم، فلا تنمية ولا علم ولا حضارة بلا أمن، وينبغي الاستمرار في تكاتف الجهود في المحافظة على هذه النعمة والتوعية بأهميتها. وإننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي نعقد عليه وعد الله أملا كبيرا في بناء وطنه والشعور بالمسؤولية تجاهه. أيها المواطنون والمواطنات، إن كل مواطن في بلادنا كل جزء من أجزاء وطننا الغالي ومحل اهتمامي ورعايتي، وأتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن من هذه الأرض الطيبة الموطن الغالي عز الله بشرف الحليم ثم برجال مخلصين. أحيي كل مواطن ومواطنة وأشكركم على حفاوة الاستقبال، وأدعو الله سبحانه أن يوفقنا جميعا ثم الوطن والمواطن، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويجيب عليها نعمة الظاهرة والباطنة. والسلام عليكم ورحمة الله.